السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي محمود. وأنا اسمي منى. أهلا بيكم في قناة فهمناكم. النهاردة مش هنحفظ، النهاردة هنفهم المحاضرة دي مع بعض ونراجع على اللي فات. وقبل ما نفهم انزلوا بسرعة تابعونا على الفيس والإنستجرام والتيك توك، وخشوا جروبات الواتساب والتليجرام اللي في الوصف. جهز كوباية الشاي بتاعتك، كبر الشاشة وركز معايا عشان تفهم الخلاصة. طيب النهارده هنراجع على ايه بالظبط؟ بصوا يا جماعه، هنبدا الاول بما هي حقوق الانسان، يعني الاساس. بعد كده هندخل على حقوقك الشخصيه، وبعدها نشوف حقوقك قدام القانون، وفي الاخر هنختم بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. يعني هنلم الموضوع من كل جوانبه. يلا بينا. تمام. يبقى خلينا نبدأ بأول وأهم حاجة، الأساس اللي هنبني عليه كل اللي جاي. لازم الأول خالص نفهم يعني إيه أصلاً حقوق الإنسان دي. أول موضوع معانا في المراجعة هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي صدر سنة 1948، وده المصدر الأساسي لكل الحقوق في العصر الحديث، وبيعرف حقوق الإنسان بأنها ضمانات قانونية عالمية بتحمي كرامة البشر. عشان نفهمها أكتر يا شباب، تخيلوا الإعلان ده زي قانون البيت الكبير بالظبط، اللي الأمم المتحدة حطته عشان مفيش حد يفتري على حد، وأي بني آدم في الدنيا مهما كان بقى لونه أو دينه يحس إنه متصان وله قيمة. ممتاز، كده فهمنا الفكره العامه. طيب دلوقتي بقى خلينا ندخل على النوع الاول من الحقوق دي، اللي هي الحقوق اللي بتحمي وجودنا نفسه كاشخاص. طيب في الجزء ده بالذات هنركز على 3 حقوق أساسية قوي: الحق في الحياة، وحقنا في عدم التعرض للتعذيب، وأخيراً الحق في الخصوصية. 3 حاجات ما ينفعش نعيش من غيرهم. طيب نبدأ بأول وأهم حق في الوجود كله، الحق في الحياة. الحق ده مش معناه بس إن محدش له الحق يقتلك، لا خالص. ده بيمتد كمان لحريات شخصية تانية، زي حريتك في الحركة والتنقل، وحقك كمان في إنك تستخدم مواهبك وتنظم حياتك بالطريقة اللي أنت شايفها مناسبة ليك. يعني بالبلدي كده وببساطة شديدة، مفيش أي حد له الحق إنه ياخد حياة حد تاني، لا شخص عادي في الشارع ولا حتى الدولة نفسها. حياة كل واحد فينا دي ملكه هو وبس. الحق التاني اللي هنتكلم عنه وده حقيقي خطير ومهم جدا، هو حق عدم التعرض للتعذيب. وده معناه إيه؟ معناه بكل بساطة إنه ممنوع منعا باتا وبدون أي استثناءات إن أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو أي معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة. يعني بالبلدي كده، محدش يقدر يأذيك لا جسديا ولا نفسيا عشان ياخد منك معلومة أو حتى لمجرد القسوة. جسمك وعقلك دول كأن عليهم يافطة كبيرة مكتوب عليها ممنوع اللمس. ونيجي دلوقتي لتالت حق شخصي معانا، وهو الحق في الخصوصية. القانون هنا واضح وصريح، محدش له الحق يتدخل في حياتك الخاصة أو في شؤون أسرتك أو بيتك أو حتى مراسلاتك ورسايلك بشكل تعسفي. وطبعا ده موضوع بقى مهم قوي في عصرنا الرقمي اللي احنا فيه ده. تخيلها معايا كده، موبايلك، بيتك، أسرار عيلتك، دي كلها حاجات بتاعتك أنت لوحدك. يعني محدش له الحق إنه يفتش فيها أو يتجسس عليها من غير سبب قانوني سليم وواضح وموضح. تمام قوي. بكده يبقى خلصنا الحقوق الشخصية الأساسية. دلوقتي بقى هننتقل لنوع تاني مهم جدا من الحقوق، وهو إزاي القانون نفسه بيحميك وبيحميني وبيحمينا كلنا. طيب، من أهم الحقوق اللي بتحمينا كلنا هو الحق في محاكمة عادلة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو لا قدر الله أي شخص اتحط في أي موقف قانوني، فمن حقه إن قضيته دي تتسمع بشكل عادل وعلني، مش في السر، وتكون قدام هيئة محاكمة أو قضاة مستقلين ومحايدين، يعني مش واخدين موقف مسبق ضده. يعني بالبلدي، لو حصلت أي مشكلة فمن حق أي شخص إنه ياخد يومه في المحكمة. ما ينفعش يتحاكم في السر كده أو قدام قاضي واخد قرار ضده من قبل ما يسمعه أصلا، لأ، كل واحد لازم ياخد فرصته كاملة عشان يحكي حكايته ويدافع عن نفسه. كده يبقى فهمنا حقوقنا قدام القانون. خلينا بقى نختم بآخر جزء معانا في مراجعة النهاردة، وهي الحقوق اللي بتضمن لنا كلنا حياة كريمة. وفي الجزء ده هنتكلم عن حقين مفيش أهم منهم عشان أي مجتمع يتقدم: الحق في الصحة والحق في التعليم. نبدأ أولاً بالحق في الصحة. ده طبعاً حق أساسي لكل إنسان. القانون الدولي بيقول إن من حق كل شخص إنه يعيش في مستوى معيشة مناسب وكويس، يسمح له بالحفاظ على صحته وسلامته هو وعيلته، وده طبعاً بيشمل توفير الرعاية الطبية اللازمة. بصوا يا جماعة، الموضوع هنا مش مجرد إنك ما تكونش عيان وخلاص، لأ، معناه إن المفروض يكون عندك فرصة حقيقية توصل لدكاترة وللدواء اللي محتاجه ولمياه الشرب نظيفة. يعني من الآخر تاخد فرصة عادلة عشان تعيش حياة صحية. ونيجي لآخر حق معنا، الحق اللي بيبني المستقبل، وهو الحق في التعليم.
وزي ما بنقول الصحة بتبني الجسم، فالتعليم بيبني العقل والشخصية. القانون بينص على أن التعليم لازم يكون موجه للتنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتطويرها. يعني ببساطة إن الواحد يروح المدرسة ده مش رفاهية أو ميزة، ده حق أساسي ومكفول. التعليم هو الأداة الرئيسية، السلاح اللي بيخلي أي حد فينا يقدر يبني مستقبل أحسن لنفسه، بغض النظر بقى هو بدأ منين أو ظروفه كانت إيه. عاش يا أبطال، كده رجعنا على أهم أجزاء حقوق الإنسان ومفيش سؤال هيقف قدامنا. دلوقتي وقت سؤال التحدي. سؤال التحدي بتاع النهاردة بيرجعنا لأول نقطة خالص اتكلمنا فيها. في أي سنة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ لو كنتم مركزين معانا من أول المراجعة هتعرفوا الإجابة على طول. هستنى إجابتكم في كومنت هنا أو في رسالة على الإنستجرام والتيك توك، وأول إجابة صح أقول اسمها الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والشير والجروبات اللي في الوصف. سلام يا أبطال قناة فهمناكو.